حبيباتي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بنات اليوم عندنا فصال وخياطة دشداشة رياضي بيها فيكة بالردان من التول، وأيضا خليت قماش كركش أسفل الثوب هم من التول. بنات هسه أبدي أقص الردان. هذا القماش البنية، يعني دشداشة البنية متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. طلعت الردان بعدين أطبق القماش 4 طبقات. مثل ما قلت لكم نساوي القماش زين قبل لا نقص حتى ما يصير عندنا أخطاء. هايدي 4 طبقات. منا أساوي القماش صار عنده اعوجاج، وإذا كان عدل ما حاجة نقص هاي القصة. الفتحة مالت الرقبة عندي 3 أصابع، إذا بنية كبيرة أخذ 4 أصابع أو أكثر. هنا احتاجت 3 أصابع. وبالنسبة للعرض، قياس العرض يكون حسب الشخص اللي تخيطي له. أنا خذيت شبر و3 أصابع، صارت عريضة، طلع من خيام خيطت، يعني أخذت من العرض مالته. وقلت لكم خلي القماش راهي، يعني خلي فصالك بقماش زايد حتى تقدرين تاخذين بما انك مبتدئة، حتى لا يسقط الثوب عندك. خلي زيادة ولا نقيصة، لأن إذا قماش عريض أو الثوب عريض سويتي تقدرين تاخذين من العرض مالته، بس إذا صار ضيق يسقط الثوب. دائما أنا أقول لكم هاي النصيحة بنات، خاصة للمبتدئات. هنا أجي أساوي الردان قبل لا أقصه، أختار يعني القماش اللي يناسبني قد أريد. دائما إحنا الردان شبر و4 أصابع أسوي العرض مالته، والطول حسب الطول، أكو ردان ربع، نص، 3/4. أنا هنا قلت لكم راح أكمل الفيكة مالته بالطول، فاحتاجيت هذا المقدار شبر و4 أصابع العرض مالته، وأقصه بهذه الطريقة. بنات المبتدئات حتى لا يصعب عليكم قصة الرياض وتخطئون، خلوا البدن اللي قصيته خلوه فوق القماش اللي راح تسوون ردان، بهالطريقة تطلع عندكم القصة مضبوطة. وهنا فتحة الرقبة تقدرين تتحكمين بها، راح تصير على الكتف، وأيضا راح تعطيش فتحة للرقبة، بس من الأخير شوية آخذ هذا الميلان. يعني هذا صار عندي الردان، راح أكمله أطوله بالطول، أو تحبين هيك هذا الطول أو كيفكم بعد. شوفي هيك قاعدة على البدن يطلع عندي الثوب مضبوط. هنا هذا قماش الطول أسوي بيه فيكة للردان، لأن وحدة من الأخوات طلبت مني فيكة للردان. أساوي القماش، لأن هاي شايفيها نهاية القماش أساويه، وهنا الطول حسب المقياس اللي تبدونه. أنا خذيت شبر الطول مالته. بنات أقيس على الردان، إيش قد العرض مال الردان أقيس عليه وأقص، أقيس عليه حتى لا يطلع عندي زيادة أو نقصان. أنا مخلية عرض بالردان، فعادي أخلي دائما عرض وبعدين أخذه بالخياط. احنا هذا نسميه قصة كلاسيكي. وراح أيضا هم أخلي الطول تشوفونه بالخياط شلون راح يصير عندي. نروح على الماكينة أشوفكم شلون راح أخيط الفيكة مالته. هذا شكل الردان. بنات بالنسبة للبنات اللي ما يحبون فتحة الظهر تكون كبيرة، فتحة احنا نسميها فتحة الرقبة والفتحة من الظهر، شو أسوي؟ آخذ 3 أصابع. هسه أنا طبقت القماش هذا مو كل الردان قصيته، بس فتحة الظهر هسه هذه، يعني الردان من جهة الظهر، لأن أسود ما جاي يبين واضح. الردان من جهة الظهر قصيت هذه 3 أصابع ونزلت. شوفوا هاي جهة الظهر صارت صغيرة، وهاي الجهة الأمامية بقت على حطتها. شوفوا هاي الجهة الأمامية تبقى على حطتها، بس جهة الظهر هاي خطوة جدا مهمة بنات، حتى لا يصير الثوب مهدل أو فتحة الظهر كبيرة تصير مو حلوة. بنات هسه أجي أشتغل البدن من الجهة الأمامية، ما أخليه على حطته، أقص منه فتحة الرقبة. من جهة الظهر البدن أخليه على حطته، ما أقص منه أي شيء، بس من جهة الأمام لا أشتغل بيه. هذه القصة قصيتها، وآخذ مقدار أصبع، وآخذ من هاي الجهة مقدار أصبع. هاي الخطوة كلش مهمة، ما تخلي الثوب يهدل. بنات هاي الملاحظات جدا مهمة تتبعوها، يطلع الثوب مثل ما أقول مصبوب صبابة عليكم. هنا هذا التول أسوي على شكل أشرطة أخيطه على الصدر. إذا تحبون تشتغلون دانتيل عادي. هسه ننتقل لخياط الماكينة. أول خطوة أسويها أبطنها، بطانة أو البردة يسمونها أو تغليف.
هاي قطعة قماش تعرفون شلون نغلفها، نخليها على الجهة الأمامية، الجهة الأمامية مو الجهة اللي بها لاصق، الجهة الأمامية. هنا أنا ما حطيت له لاصق، عاد اشتغل بدون لاصق، لكن المبتدئات خلوا لاصق حتى يقعد الثوب عندكم عدل. هنا أترك مسافة أصبع وأخيط. بنات هذا البدن من الجهة الأمامية جاي أشتغله، فتحة الصدر احنا نقول، فتحة الرقبة الأمامية. هنا أقص القماش الزايد، وهذه القرضات اللي سويت لكم إياها بالفيديوهات السابقة هم مهمة حتى لا يبوط القماش، هيك بهالطريقة يقعد عدل. هاي القرضات مهمة بنات. بعدين أقلب البطانة أو البردة على الجهة الأخرى وأدقها دقة، مسافة أترك مسافة أصبع بهالطريقة حتى يطلع مرتب، ما أخيط على الحافة على النهاية، لا أترك مسافة أصبع يطلع الشغل هيك مرتب. بنات الخطوة اللي جاية راح أخيط الكراكيش اللي هي التول، أسويه على شكل كركش أو الكسرات. أترك مسافة شوية للخياط، بعدين أبدأ شغل الكسرات بهاي الطريقة بنات. هنا بنات حبيت أخلي فيكة على شكل ربطة، رباط نازل على الصدر بهالطريقة، بس أقص الحافة. هذا التول ما يطلع خيوط فما حاجة أكف، وهيك أخليه ما ضربة خياط. تحبون تشتغلون بالهاي الفراغ اللي بالنص نمنم، أو تخلوه هيك بعد براحتكم، أو خرز ليلو، أي شي بعد، كل خياطة وش تحب تخيط لها. هنا بنات هذا الردان راح اشتغل بيه ايضا. هاي الفيكة اولا اكفه من جهة الكتف، بنات أي وحدة عندها سؤال أو فد شي حابة تتعلمه اكتبولي بالتعليقات، جدا أفرح بأسئلتكم وطلباتكم. هاي بنات هاي التول أكفها من الردان، هو ما راح يهزل ولا راح يصير بأي شي، لكن للجمالية يطلع أحلى من أكفه قبل لا أخيطه على الردان. قد أصبع تكون الكفة مالته على الحافة.
بنات هسه راح اكمل خياطة الردان، اخيط التول ويا الردان ويا قماش الكشمير. هذا التول بس ما مبين لين القماش اسود، وانا بالليل جاي اخيط فشوية صعب مبين، اعتذر اذا كان ما واضح. ان شاء الله قريبا بعد محرم اخيط لكم باللون يعني بالالوان حتى يكون الخياط والفصال واضح، بس هسه بعدي ان صادفت محرم وكل خياطي اسود فاعذروني. بنات هسه كمل عدي بهاي الصورة. اذا حابين تخلين له لاستيكة يصير بهذا الشكل بعد احلى، اذا حابة تخلينه كلاسيكي عادي تخلينه سحب. بعد هواي فيكات بالردان، هذا راح اشتغله كسرات نفس اللي اشتغلته بالصدر، هم فيكة حلوة تصير على شكل كسرات نفس الطريقة اللي اشتغلتها بالصدر. صار عندي هذا الشكل النهائي للردان، فيكة حلوة. هنا بنات جهة الظهر كفيتها بس اكوفها، لا اخذ من طولها ولا اسوي لها اي شيء، تبقى على حطتها بس اكوفها. هنا الجهة الامامية ولو ما مبين الشغل اشكل الردان وياها، طرف الردان يعني من هاي نهايته الطرف الثوب ابدي اخيطهن، وانتبه القصة اللي اخذيت من هاي الصغيرة اخليها لي ورا للظهر، والهذه الكبيرة اخليها للامام. بنات ما نخطئ حتى يقعد عندنا الثوب عدل، حتى هنا تكون فتحة الرقبة شوية أكبر من فتحة الخلفية للظهر. هنا ذيك الجهة شكلتها، جيت الجهة الثانية. بهالطريقة بنات أطبق حافة النهاية مالت الردان على حافة النهاية مالت البدن. هنا أخيطها بهذا الشكل. بنات ركبت ردان الجهتين، راح اركب الجهة الخلفية ظهر واشخيطه منا ومنا. هنا الثوب صار عندي جاهز، خيطت له منا هذا الكركش وهذا الشكل النهائي. شكرا بنات المشتركات الجديدات وشكرا لكم. يلا اشوفكم بالحلقة الجاية، باي باي.